هذا الشيء الا كان عندنا غير على الامازيغيه في بلادنا واننا بغينا نوصلوها. المنطق نتاع الصداميه والمنطق نتاع المظلوميه ما بقاش واكل. انت بوانا وعطيتينا وخصصتي خطاب كله للامازيغيه وتدافع عن الامازيغيه وتعتبرها هي الهويه. حتى الناس نتاع القبائل تيقول لك دابا حنا الامازيغيه نتاعنا بوحده قبيليه ما عندنا علاقه بكم. تنطرح اسئله، ما تنتهم حد، ما تنخون حد، ولكن من حقي انني تنطرح اسئله. ولكن بعض المرات تنطرح اسئله تستفز بعض الاطراف. وخصنا نقولوا عليهم لاعب عربي واخا ما كيعرفوهاش. العربي عندما يقول للمغربي انت لاعب عربي فهو تيعبر على واحد الواقع ديال الفشل ديالو هو عندما تنتصر انت تسمى لاعب عربي، ولكن لما تسمى بربريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ضمن هذا البرنامج الخاص الذي نستضيف من خلاله المؤرخ المغربي السيد عبد الخالق كلاب. بداية أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الخالق ومرحبا بيانا. مرحبا بك سي عبد الواحد موساوي. سي عبد الخالق باش ننتقلوا مباشرة الأسئلة ديالنا. أول سؤال، من نحن؟ هل نحن أمازيغ أم عرب؟ انا في السي عبد الواحد استغرب علاش مثل هذه الاسئله بقات تطرح. هذه المسائل حسمنا فيها منذ سنوات وكتبت كتاب حول هذا الموضوع اللي هو اوثان السلفيه التاريخيه، وحسمت في هذا الموضوع هذا السؤال اللي تيطرح وطرح لمده عقود: هل نحن عرب ام امازيغ؟ اوردت واحد العدد كثير من الروايات اللي تتبين ان هذه الأرض اللي هي المغرب أو بلاد الموريين هي أرض أمازيغية. أتحدث هنا عن الهوية. والوجود العربي كان وجودا ضئيلا جدا، وتلك القلة القليلة من العرب اندمجت هنا في المغرب في إطار هذه البيئة المغربية، فتمزغت وأصبحت هي الأخرى أمازيغية وما بقاش عندها آثار وما بقاش عندها وجود. ومن المستغرب ومن من الامور اللي تثير الاستغراب انه انسان هنا في المغرب اللي هي بلاد امازيغيه وتنسب نفسه لمجال اخر في شبه الجزيره العربيه اللي تيبعد عليه بالاف نتاع الكيلومترات. سي عبد الخالق، لماذا نحن امازيغ وكتاباتنا اغلبيه بالعربيه وتنكتبوا بالعربيه في مقالات ديالنا بالعربيه الى غير ذلك؟ احنا الان بلاد الامازيغ للاسف ما خدمناش على اللغه نتاعنا لمده، ما خدمناش على اللغه نتاعنا. وعندما اعتنق المغاربه الاسلام اخذوا ايضا حتى اللغه العربيه وفرطوا في اللغه الامازيغيه وحتى الكتابه اللي هي الكتابه نتاع تيفيناغ، علما أن تيفيناغ تعد من أقدم الأبجديات في العالم وهي الآن راكنة. وأقدم الحروف اللي كاينين في العالم هي الأمازيغية، لكن ما كنلقاوهاش في الكتب. ربما الكتب شي حاجة اللي جديدة. نعم. هذاك الشيء علاش ما كايناش الأمازيغية في الكتب. ربما القراءة والناس اللي كيقراو ربما بدات غير مؤخرا القرايه، الناس كيمشيو للمدرسة في فترة ديال الخمسينات والستينات. حتى تيفيناغ في لقاء لي مع السيد حسين جهادي أكد لي أن تيفيناغ هي أقدم أبجدية، وأن اللغة الأمازيغية هي أقدم لغة، وأن دلالة تيفيناغ هي تيفي التي تعني مكتشفاتنا، وهي لغة قديمة. المغاربة تبنوا اللغة العربية لأنها اللغة التي كتب بها القرآن الكريم، وكاين اللي تعتقد هي اللغه العربيه بناء على هذا الامر. ولكن الحمد لله الان راه كاينه واحد الصحوه، المغاربه بداو يرجعوا اللغه نتاعهم، وبفضل صاحب جلاله في خطاب اجدير اللي عطى واحد ديناميه اللغه الامازيغيه في سنه 2011. نعم، ديناميه جديده للغه نتاعنا اللي هي اللغه الامازيغيه، والحمد لله هي دخلت المدرسه. بعدا ولات عندنا اللغه المعياريه اللي غتصبح مستقبلا هي لغه الكتابه وهي لغه العلوم، والان وليداتنا تيقراون في المدرسه وهذا راه فتح مبين. اغلبيه دابا الوليدات الصغار يعني كيعرفوا يكتبوا. انا سكنت في طنجه، يعني ربما لمدينه ما كيتكلموش
بالامازيغيه، ولقيت ان الوليدات الصغار عارفين يكتبوا الاسماء ديالهم بالامازيغيه وكل شيء. في هذه المكتبه كنت استضفت احد الاساتذه نتاع اللغه الامازيغيه، واكد لي ان التلاميذ نتاعو تيتعلموا الابجديه نتاع تيفيناغ في اسابيع قليله. الابجديه العربيه تستغرق سنوات عاد تيتعلموها. نعم، ربما الحروف الامازيغيه هي اكثر اسهل الحروف كيتكتبوا. صحيح حيت فهمتي ما فيهمش بحال دابا العربيه فاش كتقرا الحروف كيخصك عاوتاني تلصقهم وتشكلهم وبزاف ديال الحوايج. عكس الامازيغيه حرف سهل جدا تكتبه. انا اللي كنهضر معاك يعني كنكتب بها وما قريتهاش. وحاجه واحده اخرى عاود، التلميذ نتاعنا فاش تيكون تيقرا تيفيناغ الامازيغيه راه لغته مكتشفاتنا. كاين واحد الرابطه بينه وبين الحرف نتاع تيفيناغ لينا نتاعو جدد اللي نجوه، واحد رابطه كبيره. ولكن لا تيقرا حرف عربي راه غريب عليه. راه في البيئه العربيه ما عندناش بها علاقه. احنا اللغه العربيه هي بالنسبه لنا هي لغه وظيفيه باش نقراو القران الكريم فقط، ولكن غير ذلك لا تصلح لشيء. لا تصلح لشيء اللغه العربيه، لا تصلح لشيء. احنا الان وليداتنا فاش تنقريوهم مثلا غير العلوم نقريوهم بالفرنسيه والانجليزيه. لماذا تصلح اللغه العربيه؟ للتدين فقط، للعباده. للعباده. اذا احنا الان راه بدات الاشتغال على تيفيناغ. الحمد لله الان دابا اللغه المعياريه راه خدامه، راه كاين المعاجم، راه كاين باحثين كثار الان في المغرب الحمد لله بداو تيكتبوا بتيفيناغ، مؤلفات كثيره الان. فالحمد لله راه غادي هذا في الطريق الحمد لله. العربيه هي لغه القران والرسول العربي. ربما هاد الاسئله كيتطرحوا بزاف فاش كتهضر على اللغه. بنادم كيمشي للدين وتيقول لك ان العربيه لغه القران والرسول العربي. نعم، الرسول عربي باي معنى؟ ربما الكلام اللي كنسمعوا ان الرسول عربي صافي راه خاص العربيه تكون اللغه ديالنا. ولكن باي معنى؟ الرسول هو عربي هويه ماشي عرقا. اما هو العرق نتاعو من اسماعيل عليه السلام، يعني كلداني الاصل. كلداني، واسماعيل من ابراهيم. ومشي انا تنقول هذه الهضره. الا خديتي السيره نتاع بن اسحاق راه كاين هاي سيره بن اسحاق هي حداك هنا. الا بحثنا فيها غادي نلقاو اسمح لي مالي الا بحثنا فيها بغينا نلقاو. المهم بغينا نلقاو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع نسبه الى اسماعيل بن ابراهيم، وبالتالي هو كلداني. سكن الارض العربيه فاصبح عربي الهويه. الله يرضي عليك. اذا هنا ينبغي ان نميز بين العرق اللي ما تيهمش في هذه المسائل كلها. راه لان في النهايه البشريه كلها راه عرق واحد. نعم بالادب. ما تيهمنيش العرق كون عربي ولا كون فاش ما بغيتي تكون. انا تيهمني الهويه. فاش تحط رجليك هنايا تصبح امازيغي، ماشي نتايا هنايا وتتقول لي انا عربي. هذا استيلاب. هذه المسائل ما خصهاش تبقى. كيف ما قلنا ان الرسول عربي يعني العائله الملكيه. نعم. اصبحت امازيغيه الهويه. الله يرضي عليك. لانها كتسكن في الارض الامازيغيه ولو كانت يعني من احفاد الرسول. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. إذا إلا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي لانتسابه إلى شبه الجزيرة العربية فأصبح عربي الهوية لأنه عاش مع سكان شبه الجزيرة العربية، ياك؟ ولكن عرقه كلداني. إلا جينا محمد السادس حفظه الله، محمد السادس حفظه الله هوية هو أمازيغي. هو اصلا وقيل ربما كلداني ماشي عربي. لا يا بلاتي. لان لقنا محمد السادس حفظه الله عربي معنى انه راه تيعيش في شبه جزيره عربيه وهويته عربيه. وهذا لا ما خصناش نقولوا هذا الشيء. ملكنا حفظه الله هو امازيغ الهويه لانه ينتمي الى هذه الارض وماشي غير ينتمي ويفتخر بها. وقال ان الامازيغيه لغه المغاربه بدون استثناء. في عهده الامازيغيه عرفت داكشي اللي عرفته. لأن حنا تنقولوا محمد السادس الله يحفظه هو من أعظم الملوك اللي عرفهم المغرب. السيد من ساجم، وعرف التاريخ ديالو، عارف التاريخ ديالو، معتز بهويته وتصالح مع الجميع منذ بداية الحكم نتاعو. تصالح مع التاريخ مع الهوية.
وحنا شفنا في بدايه الحكم نتاعو جلسات الانصاف والانصات والمصالحه الى غير ذلك. فمحمد السادس هو موريو الهويه، امازيغو الهويه، وهذا هو اللي تيهمنا وما تيهمناش العرق، لاننا حنا في النهايه البشريه كلها عرق واحد. وواحد المساله السي عبد الواحد، ان تنشوف الناس فاش تيتكلموا عليا تيقول لك عبد الخالق عنصري علما. اذا كنت تفتخر بلغتك وهويتك وتسمى عنصري فهذا يعني ربما ما غاديش يقولوا خليهم. لا بلاتي دابا فاش تقول لي انا عنصري تنقول لك اجي انت مغربي امازيغي وما عندناش العرب، وانت اللي تقول انا عربي تنقول لك انت امازيغي، معنى انك تنعطيك نفس المرتبه اللي عندي، نفس الانتماء اللي عندي، اضفي عليك نفس انتمائي وتنجعلك واحد مني وتتقاسم معايا كل شيء واننا تنعيش المشترك. وما هذوك الناس اللي تيقولوا ان المغرب فيه عرب وامازيغ هم اصحاب الفتنه. الله يرضي عليك، دايرين تقسيم الجوج فئات او جوج. الله يرضي عليك. واش انت كتقول باللي المغرب امازيغي يعني كلشي بحال واش انت اللي تقول انا عربي تنقول لك ودي يا خويا انت راك امازيغي بحالك بحالي، حنا راه تنشتركوا الوطن وتنشتركوا نفس الهويه، وانت تقول لي لا انا جاي نمشي بجزر عربي انا عربي. شكون تيفرق هنا؟ شكون تيبلقن؟ انت. نعم. والا فانت تيبان لي بحال تتحتقر الامازيغيه وتتحتقرني وتتحقر نفسك في الاصل. اما انا ما تنحتقركش لان تنعتبرك وان رفضت انك امازيغي وانت تريد ان تحتقرني وتحتقر ذاتك، وبالتالي فانت تجلد نفسك من طبيعه الحال. لكن هناك عرب بالمغرب جاءوا في الفتوحات الاسلاميه واصبحوا جزءا من المغاربه. الفتوحات الاسلاميه سي عبد الواحد على ما كنسمع الفتوحات الاسلاميه زير هم غزوات وزير معايا ماشي ربما هم غزوات. انت اللي عارف التاريخ. تفضل قول لنا. تفضل سيدي. عيش يا صاحبي. قلتي شنو الفتوحات الاسلاميه اللي تيقولوا بعض الناس، انا تتكلم معك بلسان فئه من الشعب. بون كانوا الغزوات ماشي الاسلاميه، غزوات الامويه. علاش الغزوات الامويه؟ لان ما خصناش نسبوا هادشي الاسلام، راه الاسلام راه ديانه سماويه، راه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى واش الله يدعو الى القتل؟ لا. واش الله يدعو الى السبي؟ لا. الله سبحانه وتعالى ربما ادعو الى سبيل ربك. ربما كنلقاو في بعض المدارس او بعض السبيطارات او بعض الشهاجه ديال الدوله تلقاو فيه مثلا عقبه بن نفع. عقبه بن نفع شنو عطى المغرب؟ هو بلاتي حنا جايين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه. ياك كيفاش ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. داكشي اللين راه دين سماوي، راه الله سبحانه وتعالى. تيجي واحد راكب على العاول بغى يخلي ضربوك، بغى يدي الثروات نتاعك والمقدرات نتاعك وبغى يسبي النساء والدراري تتقول لي ان الفتح الاسلامي. واش قبحك عليا كاع انت تجي التيريطوار ديالي وبغيتي دير هذه الحاله؟ انت مالك يا صاحبي؟ ربما هذوك اللي كانوا جاوا قتلوا جميعا. وعادي جايك الله برا. اذا هادو غزاة نتاع بني اميه، الغرض نتاعهم السبي والقتل، هادشي اللي كاين. لكنهم عندما اتوا الى بلادنا، هاد بلاد الموريين، راه لقاو هنا قوما جبارين. قوما جبارين اللي هما الامازيغ، اللي هما الموريون، اللي قاموا بتلك الثوره الموريه المجيده في 122 هجريه 123 هجريه وقتلوا الكل. اذا ما بقاش كيف ما تقول المصادر من نجا من جند افريقيا عبروا، من نجا من جند الشام عبروا الى الاندلس، واحد العدد قليل منهم. ومن نجا من جند مصر وافريقيا عادوا الى افريقيا. ما بقاوش. السؤال ديالي العرب ما بقاوش. لا بلا داكشي راه بشويه الله يرضي عليك. اذا فاش تنتكلموا على 123 هجريه ما بقاوش. ما بقاوش حتى وصلنا ل 189 هجريه. عاد جاو 500 واحد استوطنوا في فاس. 500 واحد على حد قول المصادر، 500 فقط. 500 الى قارناها بالالاف ديال المغاربه لا شيء. ما يمكنش انك تحيد الهويه ديال دوك الالاف على داك 500. لا شيء. واستمر الوضع على هذا الشكل حتى القرن السادس الهجري، النصف الثاني من القرن السادس الهجري. عاد عبد المؤمن بن علي القومي أدخل بعض الأعراب
اللي كانوا في افريقيا اللي هي تونس ادخلهم الى المغرب، واحد العدد اللي هو محدود. تيقولوا وادخل 1000 من كل قبيله، ياك اللي درنا كاع 1000 من كل قبيله، شحال قبيله هي؟ هو ما دخلش قبائل، 1000 من كل قبيله، 5 القبائل 5000، 10 القبائل ماشي 10 القبائل، 5000. ملي تدخل 5000 في وسط 6 المليون البشر يعني ما كتبانش ما تتبانش. اذا اللي غادي يجي الان ويقول لي اننا حنا عرب، هذا انا هو اللي تنقول، انا هذا هو اللي تنقول الاستلاب. يعني انسان راه من المعيب انه تقول لي انت يا 5000 ولا 6000 نتاع البشر انهم غادي يعربوا 6 المليون بدعوى اننا تنتكلموا اللغه العربيه. واخا ما كنتكلموش اللغه العربيه، كنتكلموا الدارجه اللي لا كما يزعمون، لان حتى الدارجه راه فيها كلمات والفاظ كثيره اصلها امازيغي، وحتى بنيتها امازيغيه. والدليل على انه تيتكلموا احنا الا تكلمنا باللغه نتاعنا الدارجه ما تيفهموناش. لا ما كيفهموناش. وافارقه سكنوا في البلدان العربيه، ولكن ما تنقولوش عليهم بلدان امازيغيه كقطر مثلا. الا شفتي كاس العرب اللي منظم حاليا في قطر، المنتخب القطري اغلب لاعبيه من الجنسيات الافريقيه، ولكن ما كنقولوش ان قطر عرب امازيغيه او افريقيه. واسي عبد الواحد في ديك الوقيته انت اللي قلتي الفتوحات يا الغزوات، كانوا هذوك الغزاة تيديو السبي للمشرق، آلاف حسب المصادر نتاع المسبيات والولدان اللي داو من المشرق. شنو ما عندهمش اثار في المشرق؟ يعني راه كاينين الامازيغ في المشرق، كاينين ولا ما كاينينش؟ كاينين. ربما نسبه ديال العروبه في المشرق 50%، عكس المغرب تفهمنا اللي فيه 0.08 حسب. معناه انه وحاجه واحده اخرى، الاراضي المقدسه، منطقه نتاع الحجاز ومنطقه نتاع الشام، كانوا دائما المغاربه يقصدونها بغرض الحج، اداء مناسك الحج. وكاين عدد كثير من المغاربه اللي تيبقاو تما. منهم واحد العم ديال الوالد ديالي ربما مشى تما بقى تما. المغاربه كانوا تيمشيو، كاين اللي تيبقى في مصر، كاين اللي تيبقى في ليبيا، كاين اللي تيبقى في الحجاز، كاين اللي تيبقى في الشام، وعدد كثير ياك. ولكن دابا الناس ديال الخليج دابا الناس نتاع الشرق عموما ما تيقولش لك حنا امازيغ، حنا جعلنا واحد العدد قليل، وهذاك العدد حنا اللي دخلناه، لان الموحدون هم الذين ادخلوا تلك الافاريق من القبائل الى المغرب باعداد محدوده، وتيجي المغربي الان ينتسب اليهم. يعني هذا شيء معيب، هذا الشيء ما خصوش يستمر. نعم سي عبد الخالق، نمشيو لاسئله اخرى. تيقول بعض الناس تيقولوا لا يوجد كتب قديمه بحروف امازيغيه وحروف تيفينا، ماذا عن ذلك؟ هو ما هو متوفر الان، ما هو متوفر، كاين كتب مكتوبه بالامازيغيه لكن بالخط العربي، لان المغاربه تبناو الخط العربي وبقاو تيكتبوا به مؤخرا. لا منذ العصر سميتو الحديث والعصر الوسيط، كاين كتابات كتبت باللغه الامازيغيه ولكن بالحرف العربي، وهذا لا عيب فيه، لان حتى الامبراطوريه العثمانيه راه تيكتبوا بالخط عادي. لكن الحروف الامازيغيه ربما قديمه عن العربيه ومنقوشه في بعض الصخور. صحيح، اللي لقاو الناس اللي كيكشفوها من اقدم الابجديات في العالم هي تيفينا، مكتشفات هنا، هي قديمه وهي الان في ربما ديك الساعه مازال ما كاينينش كتب، ما كاينينش دفاتر، ما كاينينش باش يكتبوا، ربما حيت كان غير النقش على الصخور والنقش على بعض. لا ما كانوش، يعني ماشي يعني انهم ما كاينينش، ما لقيناهمش، يعني ماشي يعني انهم ما كاينينش، فهمنا؟ نعم. ما كاينش كتب مكتوبه بحرف تيفينا، هذا لا يعني انه ما تكتباتش ما تكتباتش بتيفينا، تقدر تكون، ولكن احرقات او اندثرت او اننا مازال ما لقيناهاش الى غير ذلك. ما دور الامازيغ في مقاومه الاستعمار الفرنسي والاسباني في المغرب؟ وهذا سؤال في شكل علاش كون كاين عندنا في المغرب؟ انت طرحتي هذا السؤال، ما دور الامازيغ؟ انا كنطرح عليك السؤال ديال الناس، ديال بعض الفئه ديال الناس. ايوا غنقول لهاد الناس راه المغرب راه فيه الامازيغ، هذوك اللي قاوموا كلهم امازيغ، كلهم من الشمال الجنوب كلهم امازيغ. وسيدي الجنرال المقيم العام ستيغ قال، وهذه قريتها في كتاب الحركات الاستقلاليه نتاع علال الفاسي،
قال لك ان المسيو ستيك اللي هو المقيم العام الفرنسي قال لهم ان المراكشي اي الموري اكثر ارتباطا بارضه واكثر دفاعا عن ارضه من الجزائري والتونسي. يعني احنا هذا الشعب نتاعنا الموري هو شعب مرتبط بالارض بتمورت ويقاوم. عرفتي في التاريخ شحال نتاع الشعوب التي اتت لتحتل ارضنا وقاومناها؟ الرومان، البرتغال، الرومان. الفرنسيين. تعرف واحد القضيه، الرومان راه دخلوا لافريقيا اللي هي تونس في 146 قبل الميلاد، وركز معايا ماش 146 قبل الميلاد. فوقاش وصلوا لنا احنا حتى 40 ميلاديه، يعني 186 عام بعد ما احتلوا افريقيا، يعني قريبه لجوج القرون عاد وصلوا عندنا. معناها شنو معناها كانت مقاومه. يعني مقاومه. وفاش وصلوا عندنا راه ما احتلوش المغرب، واحد الشريط صغير في الشمال الغربي نتاع المغرب، وفي هذاك الشريط بقات المقاومه. راه قوم جبارين هنا. لذلك الناس راه تيغلطوا، تيجي تيقول لك التاريخ الروماني ولا الحقبه الرومانيه في المغرب. ما عندناش حقبه رومانيه في المغرب، ما عندناش حقبه رومانيه. عندنا حقبه. علاش ما عندناش حقبه رومانيه؟ الرومان احتلوا واحد المنطقه ضئيله وبقات المقاومه. فاش تقول الحقبه الرومانيه؟ يقول المجال المغربي الاخر الموري شنو ما كان فيه والو. كان فيه ممالك، كانت فيه مقاومه. علاش حنايا؟ هذا هو المصيبه. نحن ندرس تاريخ الاخرين في ارضنا اللي هو ما كاينش اصلا، وتنخليو التاريخ نتاعنا. انا تنقول الناس فاش تقول لي تاريخ الرومان في المغرب هذا شيء معيب. علاش ما تنقول تاريخ المغرب ونمشي نقلب عليه بعدا ذاك المجال اللي كان خارج السيطره الرومانيه؟ اش كان فيه؟ يعني الناس دابا اللي تيكتبوا في التاريخ قلبوا لنا اش كان في ذاك المجال الذي كان خارج السيطره الرومانيه، وشنو هي العلاقات اللي كانت تتربط هاد الناس اللي خارج مجال اللمس مع المجال اللي هو محتل من طرف الرومان. لا، هما خصهم يبحثوا على تاريخ الاجانب فينا. تيقلبوا ربما بعض المغاربه تيقلبوا على تاريخ المغرب في بلايص اخرين، ما كيقلبوش عليهم في كتب ديال المغاربه. ربما هذا هو السبب ديال المغالطات اللي كاينين. تيقراو تاريخ المغرب بنظره الاخر. نعم. وهذا هو وهنا فين انايا هذه مده سنوات وانا تنشتغل، وصدرت هذا الكتاب هذا اللي هو اوثان السلفيه التاريخيه. لان الهدف نتاعو شنو هو؟ هو قراءه تاريخ المغرب بمركزيه مغربيه، مركزيه موريه. حنا كيف تنشوفوا في نفوسنا. وبهذه المناسبه كنصحوا الناس يعني يشريوا هذا الكتاب هذا في المعارض اللي تيكون فيهم. فيه بزاف ما يتقال. نتمنى ان شاء الله كاع الناس يعني ياخذوا هذا الكتاب، راه فيه تاريخ ديال المغرب. نعم. هذا هو الكتاب، هو بمثابه سرديه جديده لتاريخ المغرب. ترى تاريخ المغرب من الداخل. يعني حنا المغاربه كيفاش تنشوفوا في تاريخنا ماشي كيف الاخر تيشوف فينا. نعم. بحال الا قلتي البربر ربما كلمه طلقوها علينا، ولكن ما غنسميوش بها ريوسنا. هذيك طلقوها علينا، ماشي مسمين عليها راسنا. حنا اش تنقولوا نفوسنا؟ امازيغ. تنقول غادي لتمازيغ. سي عبد الخالق، كيف يتم الحفاظ على الامازيغيه في المناطق الحضريه؟ ربما كنشوفوا انها الامازيغيه بدات ما بقاش فيها. وهو راه الى حدود القرن السادس عشر راه المدن كانت تتكلم بالامازيغيه. مثلا خدينا مدينه مراكش. عرفت شنو مدينه مراكش؟ راه كانت العاصمه نتاع المغرب في عهد المرابطين وفي عهد الموحدين وفي بدايه عهد السعديين تيتكلم، وانتقلت العاصمه لفاس في عهد المرينيين، وفي نهايه عهد المرينيين وبدايه عهد السعديين زارها الحسن الوزان في بدايه القرن السادس عشر، وقال لك ان السكان تاع مراكش والناحيه تاع مراكش يتكلمون البربريه، يعني الامازيغيه. وتصور انت المدينه نتاع مراكش اللي هي عاصمه نتاع المرابطين والموحدين، وهذا السكان تاعها تيتكلموا بالامازيغيه، ما تيتكلموش لحدود اللحظه باقي بعض المناطق في مراكش يتكلموا بالامازيغيه، بما فيهم نيت المدينه ديال مراكش باقي فيها الناس اللي شادين على كل حال
التعريب اللي بدا في المغرب منذ 1930 و 1930 هو اللي سرع بهذه الوتيره نتاع التعريب نتاع اللسان المغربي. وحنا المغاربه قبل 1930 راه ما كناش بحال هكا. اولا ما كناش تنحسوا باننا تنتميوا لشي حاجه سميتها امه عربيه، لان في الاصل قبل 1930 ما كانش امه العربيه، لان في الشرق قبل 1917 كان كله خاضع للامبراطوريه العثمانيه، والدول اللي تنسميوها الان دول عربيه كانت ايالات عثمانيه، وما كانش تتحس بانها عربيه لان خضعت لمده 4 القرون الامبراطوريه العثمانيه وخضعت لسياسه التتريك وطمست هويتها. وبالتالي في الشرق ما كناش تنقولوا الدول العربيه، كنا تنقولوا بلدان الشرق، هما ما عارفين هويتهم العربيه. معناه ان المغربي قبل 1930 او قبل 1917 فكان يستحيل انه يقول انا بلاد عربيه او انتمي الى العالم العربي، وهما العرب بروسهم ما تيقولش لك حنا عرب، وهما ما تعتبروش نفوسهم عرب لانهم كانوا خاضعين للامبراطوريه العثمانيه. وحنا في الشرق كنا مجاورين في الشرق للامبراطوريه العثمانيه، كانت جيراننا الامبراطوريه العثمانيه، كنا تنتعاملوا مع الامبراطوريه العثمانيه ماشي مع دول عربيه. اذا فوقاش بدا التعريب؟ فجاء ارسل الجديد شكيب ارسلان سنه 1930 والحركه الوطنيه تبنات هذا الخطاب نتاع التعريب. لا 1930 جاء لا هذاك الدستور 1962. فهنا بدات العمليه نتاع التعريب ودخل المدرسه وجاو المفكرون نتاعنا اللي هما من اليسار العروبي، وهما معروفين بلا ما نذكروا الاسماء نتاعهم، اللي بداوا يسعون الى اماته اللسان الامازيغي، يحيدوه كاع وكتبوها في الكتابات نتاعهم، وارتكبت جرائم في حق الهويه نتاعنا اللي هي الهويه الامازيغيه، حتى ان الشخص الى قال انا امازيغي يضحكوا عليه، تيقولوا له الشلح القربوز، تيضحكوا عليه. حتى ولينا احنا الامازيغ عيب تقول انا امازيغي، اي الشلح القربوز، يعني بواحد الالفاظ اللي هي الشلح القربوز هو هو امازيغي. هو كل منطقه في المغرب كتكلم باللهجه، كاينه الحسانيه السوسيه، كنا امازيغ وتنسبوا ببعضياتنا وتنجلدوا في بعضياتنا وتنحتقروا بعضياتنا. الان حنا خصنا نطويو مع التخربيق ومع هذا الخطاب نتاع العروبه، وخصنا نرجعوا للخطاب نتاع الاصاله في اطار الهويه الموريه. سي عبد الخالق، ما هي اهميه تدريس الامازيغيه في المدارس المغرب؟ تدريس الامازيغيه ينبغي أن يعمم وفي أجل سريع. للأسف هناك بعض الأصوات، وهذا الشيء أنا سمعته ووقفت عليه حتى من الناس اللي تيدافعوا على الأمازيغية، وهذا الشيء أنا وقفت عليه، يعني لا ينكره أحد. كاين اللي تيقول لك سيدي الأمازيغية خاصها تقرى غير في المناطق الناطقة بالأمازيغية، تقرى في المغرب كامل، وهذا خطاب نتاع التفريق. لان راه كاين البعض اللي مازال يعتبر اننا نحن عرب وامازيغ، حنا كلنا امازيغ. انت عندك الحق تقرا الامازيغيه، حتى انا اولادي خصهم يقراو الامازيغيه، وانا ولدي. هما الدول المتقدمه يقريو اللغه الاصليه ديالهم هي الاولى، ما تيقولوش لا علاش نقراو الانجليزيه ولا نقراو العربيه. مثلا الصين لغتنا ديال الدول تقريو، وكيفاش كتشوف مثلا شي بانوات في المدن في الصين تتلقاهم مكتوبين بالصينيه لاصحاب اللغه ربما ما نقدروش نقراو. حنا غير ناطقين ولا عندنا شغف كبير ان نتعلموا الابجديه نتاعنا ونبداو نقراو بها. وانا عندي تجربه، غير الدري ولدي دابا تيقرا في لي كلاس بريباراتوار، والعام اللي فات جا من القرايه نتاعو جاب لي واحد الهديه. شنو هي هذيك الهديه؟ جاب لي ورقه فيها الحروف نتاع تيفينا مكتوبين تما تعلمتي بسميتو. لا انا تعلمت قبل، هو عاد جاب لي داك الشيء، ما هو جاب لي هديه، شرا وحده وجاب لي انا وحده وقال لي هكا بابا. واوروزمون انه تلاقى مع دراري تما في لي كلاس بريباراتوار تيتكلموا بالامازيغيه، وبدا تياخذ من عندهم، ولا عنده الطريقه باش تيتكلم هو ببعض الكلمات الامازيغيه. داك الشيء عجيب. الان دابا صباح تيفهم، تيتكلم مع شي واحد تيفهم وتيجاوب. راه سهله، راه تيجيو النصارى وتيجيو بزاف تيضربوا 6 شهور في اكادير ولا في تفرا وتيجازات تيهضروا بها، بينما المغربي تيمشي يضرب لك حتى 10 سنين مثلا في ورزازات. لان عندنا موقف من الامازيغيه، عندنا موقف من الذوات ديالنا ومن نفوسنا. اذا الامازيغيه ما خصهاش تكون مقتصره على الناطقين بالامازيغيه،
خاصها تعمم على غير الناطقين هي الان راه تيقراوها غير الناطقين في المدارس. انا في العائله ديالي كاين عندي فرد من العائله الان تيقرا الامازيغيه ومجتهد، تلاقيت بالاستاذه اللي تتقريه الامازيغيه والدري قالت لي تيقرا، وحنا في اطار العائله فرحانين به. علاش؟ لانه هو الوحيد عندنا الان اللي تيقرا الامازيغيه، واحد الحاله متفرده عندنا في العائله لانه تيقرا الامازيغيه. معناه ان بالنسبه لنا نحن غير الناطقين الى عندنا شي وليد تيقرا الامازيغيه تيصبح هو رسول في هذيك العائله، كل شيء تيضحك عليه، هذاك الضحك الزوين تاع المغاربه، فهمتي؟ هو تيقرا وما تيضحكوا، ولكن راه تيدخل واحد البهجه ولا ربما راه كاين بعض الاوساط اللي تتخوف من التعميم نتاع الامازيغيه، لانه تصور معايا راه كنت تتعمم غير بواحد 50% راه ستكتسح. تصور انه كل اسره ولد في ديك الاسره جاب المقرر نتاع الامازيغيه وتيقرا في الحروف امام الاسره اللي هي غير ناطقه. هذا ربما حنا في الدار ديالنا حتى واحد فينا ما قراها، ولكن كاملين كيكتبوا بها. عجيب. كاملين يعني كل واحد تعلم ليها غير راسو، ماشي انا كنهضر لك على راسي، ماشي حاولت ولا ضربت معها باش نتعلم، ما عرفت لقيت راسي الامازيغيه وتيفينا ماشي مجرد لغه، لا هذيك تتمثل الهويه نتاعنا ديال الوطن ديالنا. شوف كل شعب عنده لغته، العربي يكتبوا باللغه العربيه، الفرنسيين يعتزوا بالفرنسيه، الاسبانيوليين اسبانيوليه، الالمان بالالمانيه. احنا الامازيغ نكتبوا بالعربيه؟ احنا نكتبوا بالعربيه؟ لا، خاصنا نكتبوا السي عبد الواحد باللغه الامازيغيه ونقراو العربيه والفرنساويه والالمانيه، ما عندناش مشكل، ما خص تكون عندنا هذوك اللغات اجنبيه تعلمت لهم وظيفيه تنضمق بهم، ديالك خاص تبقى هي الاولى صافي. باش ما باقي يجي هنا عندي انا شي واحد مستعرب ولا شي عروبي وغادي يقول لي انايا نتوما ما عندكمش اللغه، نتوما ما عندكمش الكتابه، خصنا نقطعوا مع هذا الشيء، صافي خصنا نخدموا على اللغه نتاعنا. ربما هذا اللي تيقول هذا الشيء ماشي مغربي بكلامه مغاربه، ولكن عنده اغتراب هويتي. كيف ترى مستقبل الامازيغيه في ظل التطورات التكنولوجيه والتقنيه؟ والله الا راه عندي ديك شات جي بي تي دابا تتكتب وتقول له ترجم لي الامازيغيه وتعطيك بالامازيغيه. دخلت في جوجل تراديكسيون، دخلت شات جي بي تي، دخلت هذا بيان سور. دابا كاين اعتراف، شوف دابا اعتراف عالمي بالامازيغيه، ودابا كيفاش دابا في شات جي بي تي داخله، في جوجل داخله، وكلافي تدخل داخله، التليفون تختار اللغه ربما تيجي واحد معاك مغربي خصو يعتز بها تيقول لك ماشي لغه، تيقول لك ماشي لغه لهجه. علاش مدخلينها جوجل تراديكسيون؟ مدخلين هذيك لغات ما فيهاش لهجات، ديك جوجل تراديكسيون. وهنا تحيه كبيره للناس نتاع المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، لان هما اللي خدموا على الحرف نتاع تيفينا، هما اللي وصلوه لهذا الشيء. وراه كاين الناس تيخدموا ولكن راه ما تلتفتوا لهمش، هما اللي داروا هذا المجهود. ربما خدامين في صمت لكن ربي غيخلصهم. شوف خدامين في صمت، وكاين انتاج اللي هو كبير اللي تيصدر سنويا من المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، كاين جهد كبير. كيف ترى ما تعليقك على بعض المغاربه الذين ينسبون انفسهم للمشرق ويقولون انهم عرب؟ الله يسخر. مش هتشير ليه عرفتي دابا انا نعطيك امثله سي عبد الخالق. بعض الناس ديال تكوالا ربما تفتخروا انهم ابناء سيدي بن نور وابناء عبد الله مغار وابناء غير ذلك، هم امازيغ تيقولوا على راسهم انهم عرب، كيفتخروا انهم احفاد هاد الناس، كيف ما طنجاوي كيفتخروا باللي حفيد ديال ابن بطوطه اللواتي امازيغي، لكن هم تيقولوا لك حنا عرب. نفس الشيء المراكشي بنو تشافين تيقولوا لك حنا سنهاجي تشفين، ولكن تيقولوا لك حنا عرب. تفسيرك على ذلك؟ ايوا هذا شوف هذا نوع من صراحه مظهر من مظاهر نتاع الاستيلاء بدون تعليق. شوف هذا الشيء مظهر من مظاهر الاستيلاء. واش نقول لك الله يجزيهم، لان حتى هما مظهر من مظاهر الاستيلاء، ولكن هما ماشي زعما ماشي اختاروه، هما النتاج نتاع واحد الخطاب عروبي اللي عمر عقود
وخداو في المدرسه وخداو في الاعلام وخداو في ربما سميتو. قلت الوعي، قلت هادشي اللي القراءة، كاين. قلت ولكن نقول لك بزاف السي عبد الواحد، انا شحال من واحد من هادو تنتلاقى به تيبقى تيدافع على انه عربي، ولكن فاش تنوضح له الامور وهذا تيصبح شخص اخر. غتقنعوا. ماشي غير تنقنعوا، تيصبح شخص اخر. تتشوف فيه، تتشوف واحد اللمعان ولا في عينيه. نعم. فهمتي نعم. علاش هذاك واحد البريق في عينيه فاش تيكتشف الحقيقه وتتحس انه تيعتز انه امازيغي. ان فوا تيحس بهذا الانتماء وتتقنعوا تتغير راسا على عقب. تتغير معنى ان الناس السي عبد الواحد، انا شحال من واحد لقيته، ماشي واحد ماشي جوج، فاش تشرح له وتتوضح له بعلم وبشويه وبهدوء وبمنطق وماشي في اطار الصدام. ربما السي عبد الخالق هذه الحلقات اللي كدير عطاو واحد الرؤيه بزاف في الامازيغيه، يعني الشعب بدا كيوعى. ربما عطيتي باش ما نكروش انت المجهودات اللي كدير، عطيتي بزاف في الامازيغيه وبينتيها وعرفتي التاريخ ديال المغرب. الحقاش تنتعاملوا مع الناس بالتي هي احسن شويه وتتحاول تتوضح له كذا وهذا، وفي الاخر الناس تيقتنعوا. وتتلقى انا صادفت جوج نتاع الاصناف. كاينين الناس اللي ما عارفينش هما اي ضحيه، وكاينين اللي عارفين غير هذاك غير تقعد معاه وتشرح له تيقول لك شكرا يا استاذ، وتتحس في عينيه تتلمس واحد البريق نتاع الفرح بالانتماء لهذه الهويه الامازيغيه. تتحس به تصبح. وكاين واحد النوع واحد اخر اللي هو مؤدلج اليسار العروبي. هذا مصيبه هذا، ولكن ما غاديش يتقبل. مصيبه هذا مصيبه. استاذ الخلق، انت مراكشي، تتحدث وتكتب بالعربيه ولا تعرف الامازيغ، اذا انت عربي. هو ضحيه ماشي عربي. ضحيه على حسب ما تيقولوا انك ما كتهضرش الامازيغيه يعني راك عربي. شوف انا ضحيه استعلي ضحيه. هادشي اللي كاين. راه ممكن كنت دزت في واحد الاسره اللي هي ناطقه، انا كنت نتكلم بالامازيغيه، ولكن شاء القدر انني دزت في اسره اللي تتكلم بالدارجه. وهذا لا يعني انني، وهذا لا يعني اي بيان سور وحتى بنيتها، وهذا لا يعني انني عربي. حتى البنيه ديالها كيفاش مثلا فاش تنقولوا اعطيني واحد جوج خبزات مثلا، واحد جوج تيقولوا خبزتين مثلا، حنا تنقولوا واحد جوج يانسنات وغروم. يعني الطريقه باش كتقال نفس الشيء بالطريقه باش كتقال الامازيغيه. نعم. كونك تتحدث بالدارجه او باللغه العربيه هذا لا يعني انك عربي. ولو تتحدث باللغه العربيه الفصحى. مثلا في السنغال تنشوفهم يضربوا الفرنسيه، ولكن ما عمرهم تيقولوا اننا نحن فرنسيين. الارجنتين تيهضروا بالاسبانيا، البرازيل بالبرتغاليه. المهم كاين بزاف ديال الدول بحال هكا، ولكن تيفتخروا انهم ابناء ذاك الوطن ماشي ابناء ديال اللغه باش كيهضروا. هادشي اللي كاين معناه انه شوف الذي يجمعنا والذي يوحدنا هو هذه الهويه اللي هي الهويه المريه، ماشي مساله نتاع الدين ولا مساله نتاع اللغه ولا مساله نتاع العرق ولا هذا. لا على الاطلاق. مساله ديال حنا مغاربه، انتماءنا للارض والهويه والثقافه ديالنا. الله شوف الله جعلنا هنايا امازيغ. عندنا طابع، فرق بيننا طابع خاص. لا كاين فرق. قال لي لا كاين فرق من الناحيه الدينيه. الله ما كيستثنيناش بين العرب، قال لك لا فرق بين عربي ولا عجمي. شكون اللي عجمي؟ شكون اللي عجم؟ لا هما اللي عجم. انت شفتي دابا من نظره الاخر. دابا حيت قال لك عربي وعجمي. ايوا نقول امازيغي وعجمي. نعم. ويزكي معايا راه ما فهمتيهاش. هما كتبوها في ديك عربي وعجمي، ولكن كنت تكتب عندنا غنقولوا امازيغي وعجمي. الله يرضي عليك. شكون هو العجمي؟ العجمي هو الذي لا يفهم لغتك. اذا فاش تنطلق انت من مركزيتك تقول انا امازيغي والاخر وغيري عجمي، ولكن فاش تمشي عند واحد عربي بمركزيته تيقول لك انا عربي والاخر عجمي، اذا اللي قلتي انا عجمي راه بديتي تجلد نفسك. ما عرفتش واش وصلت ولا ما وصلتش الفكره. اذا نحن امازيغ وغيرنا عجم. الصلاه على النبي. اذا انا بغيتيني انا نحط راسي ليه وبدات نهضر على راسي، نحط راسي هنا ونهضر على الاخر ليه عجمي. فعلا سي عبد الخالق مع اختلاف لان جات من العجمه. شكون العجمه؟ زعما ما تيفهمش لغتي. هو اللي عجمي. نعم. مثلا الا هضرت انا غير بالدارجه مثلا مع شي واحد عربي ما غيفهمنيش،
اذا هو عجمي. ايوا راه المصيبه هي فاش تنكون انا عجمي في بلادي وما مسؤولش عليها. هذيك هي المصيبه. دابا انا تنتكلم الدارجه ولا تنتكلم بالعربيه، سميها كيف ما بغيتي، وما نعرفش الامازيغيه، عجمي انا، ماشي عيب. ماشي عيب تكون عجمي في بلادك، راه عيب. معنى اننا خصنا نقراو لغتنا باش ما نكونوش عجم. حنا ربما هاد الناس يعني ديال دابا راه نقولوا مشاو، ولكن الاجيال القادمه ان شاء الله نتمنوا انه تقراهم اللغه ديالهم واللغه الاصليه ديال البلاد باش ان شاء الله تعمم في المغرب كامل ويكونوا حتى هما بحال جميع الدول، بحال ما نبقاوش عجم والى غير ذلك. ما نبقاوش عجم. نعم. استاذ عبد الخالق نمشيو للسؤال الاخر. مع اقتراب راس السنه الامازيغيه، واش هاد الاسئله عندك ما تعتقدوش؟ ما اقرب ان شاء الله. مع اقتراب راس السنه الامازيغيه يقول البعض انه لدينا عيدين فقط، الفطر والاضحى. ماذا تقول لمن يحرم الاحتفال ومن يحتفل؟ لا قال لك لدينا، شكون هو؟ شغله هذاك عيدين. واش شغلك هذاك؟ ربما هذا اللي كيهضر قال لك الاعياد. راس السنه الامازيغيه واش عيد؟ لا هذه راس السنه ماشي. انت دابا علاش بغيتي تدخلني في المشاكل نتاعو؟ انا كنطرح عليك السؤال ديال الناس وفهمتك، كطرح في الشارع المغربي. وفهمتك. دابا هذاك الشيء تيعنيه، هو قال لك هو عنده جوج الاعياد، سيدي لا يديرش العيد معنا. ما عندناش حنا هذا ماشي عيد، هذه راس السنه الامازيغيه. وسيدي عيد. وسي عبد الواحد سيدي عيد ولكن ديالنا ما تدخلش معاه وبينا ما بغيتيش. شوفوا بينا نحتفلوا فيه ياك، وبينا نقبطوا فيه عطله ومخلصين فيها ياك، وداروا سيدنا وبينا نحتفلوا فيه. انت ما بغيتيش تحتفل معنا، مالنا حنايا ما سوقناش. عيد سيدي الاحتفال بالسنه الامازيغيه، والمغاربه راه تيحتفلوا بك في جميع انحاء الوطن او خارج الوطن وفي الدول الاوروبيه تحتفلوا. الله يرحم لك والدي راس السنه الامازيغيه. وهنا في هذا المجال نتاع تامسنا فين كانت بورغواطه قديما، هنايا في راس السنه الفلاحيه كانوا تيذبحوا واحد الطير ديال الدجاج وتيقولوا له النير بالدارجه، النير هكا النير. وتيكون هذاك واحد اليوم عظيم عند الناس ديال الشاويه هنا، تيختاروا احسن طير ديال الدجاج ديك ديال بصح، احسن ما كاين عندهم تما، وتيذبحوه وتيدوزوا واحد الليله بديعه تيحتفلوا. المغاربه قرون ما تيحتفلوا بهذا الشيء، ماشي عاد ماشي عاد. دابا الان دابا اصبح رسميا رسميا جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعني اعطى الانطلاقه ديال سي عبد الواحد تعطى فيه عطله، وهذا الشيء راه كيفرح المغاربه كامل. سي عبد الواحد واش قالها بوانا صافي سليم صاي قالها بوانا سليله الله ينصرو. هذاك الشيء شوف بوانا تيقول شي حاجه سالينا الهضره، يعني راه ماشي غتيجي وتيقول راه عارف كل شيء وقاري وواعي وعارف صاي سالينا الهضره الله يخلي لينا. سي عبد الخالق دابا كاين كاس العرب وكاين بعض الاسئله في حاله قلنا عن لاعب امازيغي وقال لنا اننا عنصريين، رغم ان اللاعب امازيغي حتى بلسان وارضان وجينيا دائما يجب ان نقول عنه لاعب عربي ولو لم يكن يتحدث حتى بالدارجه. ما تعليقه؟ كاين بعض اللاعبين حتى الدارجه ما كيعرفوش لها، مثلا اللعابه اللي كيجيو من هولندا مزيودين في بلجيكا فرنسا ما تيهضروش حتى بالدارجه، تيعرفوا غير الامازيغيه ربما الريفيه ولا السوسيه وتيهضروا باللغه الاجنبيه كالهولنديه وسميتو، وخصنا نقولوا عليهم لاعب عربي واخا ما كيعرفوهاش. العربي عندما يقول للمغربي انت لاعب عربي فهو تيعبر على واحد الواقع ديال الفشل ديالو هو عندما تنتصر، عندما تنتصر انت هو لاعب عربي، ولكن عندما تسمى بربريا تسمى بربريا. باش نكون واضح معاك بزاف بعض القنوات ربما العربيه تيكتبوا على المنتخب المغربي اول فريق عربي في حاله عندما تنتصر، اول منتخب عربي في حاله فاز، ولكن في حاله الخسران تيقولوا المنتخب المغربي يغادر في دور الربع النهائي. هم يعبرون عن حاله، هذاك الشيء تيعنيهم، فهمتي؟ هذاك الشيء تيعنيهم. شوف هو عنده الحق يسميني كيف ما با، انا ما شغليش، بغى يسميني امازيغي بغى يسميني عربي شغلو هذاك. ما نسميش راسي انا انني لازم نتكلم على راسي. واش انا تنقول انا منتخب عربي ماشي عيب؟ هذه راه شوها، هذه شوها. وحتى انك تتشارك في كأس عنصريه واحده حتى هي فاش العراق ما خصوش كأس عربيه كانوا سموه الافراسيويه مثلا وشاركوا فيه الافارقه والاسيويه. دابا شنو دابا هذاك المنتخب اللي مشى دابا دا السيسكيتي الله يحفظه حتى هو ما تيمثلنيش انا،
انا ما عربيش سيسكيتي وانا باري. ما هي مشاركين لا بداعي ان المغرب دخل في لا اسمح لي، الاتحاد العربي لا ومشارك. اسمح لي الله يرضي عليك، اسمح لي. انايا الا قلتي هذاك منتخب عربي ما بقاش تيمثلني، انا امازيغي. وحتى المغرب راه ما عندهاش اهميه كبيره. هادشي اللي كاين. راه كاع المنتخبات كيمشيو بالفريق او بالمنتخب الاول، الا المغرب راه مشى بالمنتخب الرديف. سيدي لا تمشيش، يعني ما عطاوش اهميه. سيدي لا تمشيش، ما تمشيش. هذاك كاس يبقى يرقي راه باين. كاس ديال العرب. انا ما عربيش. نعم صافي. باش نكونوا واضحين، خاص يدار شي كاس اخر ويتسمى شمال افريقيا، بحال الكاس اللي ربحوا البنات ديال اقل من 20 سنه يشارك فيه مصر الجزائر شمال افريقيا، لان شمال افريقيا راه تتوحدنا سميتو ثقافه وحده. نعم. والرايه او العلم الذي يرفع معظمهم وهي الرايه الامازيغيه، هل هي انفصاليه؟ لان المغرب لديه رايه واحده حمراء وسطها نجمه خضراء. بعض الناس يقولوا اننا حنا عندنا رايه واحده اللي فيها نجمه خضراء. اشنو شوف انايا الموقف ديالي من هذه المسائل السي عبد الواحد واضح. انا واحد الانسان وطني. قلنا وطني. شوف بلادي هي الاولى ياك، ولكن احنا المغاربه راه تنتمي لواحد الفضاء نتاع شمال افريقيا، لا عيب في ذلك. فهمتي؟ اذا هذيك الرايه نتاع الهويه الامازيغيه هي راه لا باس فيها الى ترفعت في سياقها نتاع الثقافه الامازيغيه نتاع شمال افريقيا، ما عندناش مشكل نهزوها. انا راه كاين عندي شفتيها، راه كاينه في فاسميت، كاين عندي، ما عندناش مشكل ديال الوطن، ما عندناش مشكل. فوالا تيربطوها بالرايه ديال الوطن. بعض الناس تيقولوا لك علاش ما ديرش مثلا هذه الرايه ديال المغرب، هذه راه عرفناها ديال الدوله، هذه ديال بحال لا رفعتي شي رايه ديال شي فريق. لا شوف ما خصكش ترفع ديك الرايه، خاصك تهز ديال المغرب. شوف نعم. انا مسائل عندي واضحه. ثقافيا فاش تنتكلموا على ثقافيا هذيك تتمثل شمال افريقيا، لا عيب في ذلك انه انسان يهزها، واضح. ولكن شوف فاش تكون شي حاجه تتهم بلدان شمال افريقيا، ولكن انت تتحتفل في المغرب في تظاهرات مغربيه وتتهز هذيك الرايه وما تتهش الرايه نتاع بلادك وما تتهش الرايه سميتو، فبالنسبه لي انا تنطرح اسئله، ما تنتهم حد، ما تنخون حد، ولكن من حقي انني تنطرح اسئله. ولكن بعض المرات تنطرح اسئله تستفز بعض الاطراف. مزيان انك تستفز، ولكن راه تنطرح عليك اسئله. مثلا نعطيك مثال، فاش تكون مثلا واحد المناسبه تتعلق بالهويه الامازيغيه ياك، باش نقولوا الهويه الامازيغيه، كاين الهويه الموريه اللي تجمعنا احنا مغاربه، الموريون حنا المغاربه عندنا هويه خالصه ياك، وكاين واحد الهويه امازيغيه ديال شمال افريقيا وراه ما تيتعارضوش داكور. ولكن فاش تنكون انا تنتكلم على الامازيغيه في بلادي، لا نهز الرايه ديال بلادي حمراء ونجمه خضراء، ولكن فاش تكون تنتكلم على الهويه الامازيغيه في عمومها نهز هذيك، ولكن نخرج نعبر عليها. انا راه سميتو في اطار الهويه الامازيغيه ديال شمال افريقيا نفصح عليها. ولكن فاش تنكون تنتكلم على الامازيغيه في بلادي وما نهزش الرايات نتاع بلادي، فبالنسبه لي انا لا. انا نعطيك انا واحد الحدث بلا ما نذكروه لانه اثار لغطا كثيرا وكل واحد عنده الحق، المهم كل واحد عنده الحق يهضر. انا بالنسبه لي ديما كنت تنقولها لهم وانا باقي تنقولها لهم، انا ماشي ضد شي واحد من الاخوان، لان احنا كلنا تنشتغلوا لصالح الامازيغيه نتاع بلادنا، كل واحد كنت تيشتغل، وراه ممكن نتعارضوا وممكن اننا ما نتفاهموش، ولكن راه ماشي انت تضربني وانا نضربك، راه الهدف راه هو واحد ياك. انا الانتقادات اللي كانت عندي اسيدي حنا ملي خرجنا غنخرجوا في التاريخ اللي كان فيه خطاب اجدير. اسمع ياك تنتكلموا على امازيغيه بلادنا، ما تتهمنيش انا امازيغيه الجزائر وتونس ليبيا، نبدا براسي، كل واحد براسو. حتى الناس نتاع القبائل تيقول لك دابا حنا الامازيغيه نتاعنا بوحده قبيليه ما عندنا علاقه بكم، وهما باقيين لاصقين. ماشي كلشي بلاتي هما باقيين لاصقين ليا في التواريخ نتاع لا سيدي غادي ندير التاريخ اللي خطب فيه سيدنا في اجدير واحد هو اللي نخرج فيه، غادي نخرج واسمع، غادي نخرج وغادي نهز الصور ديال سيدنا ونهز الرايات الوطنيه وما فيها بس ما فيها بس، ولكن نهز الرايات المغربيه ياك، وغادي نخرج ونحتفل
ونهز الصور ديال سيدنا ونحتفل، ماشي نحتج. الناس راه ما تيفهموش. واش انت بغيتي الصداميه مع الدوله؟ راه هذاك الزمن ديال السبعينات والثمانينات سالا. واش تشوف دابا الملك دار خطاب قداش هو وتيدعم الامازيغيه، واحد الفتح قداش هو. ما يستاهل مناش اننا نخرجوا في هذاك النهار في التاريخ اللي خطب فيه ونهزوا الصوره ديالو ونقولوا له شوف انت بوانا، شوف انت بوانا وعطيتينا وخصصتي خطاب كله للامازيغيه وتدافع عن الامازيغيه وتعتبرها هي الهويه. ما نخرجش انا لمراكش والرباط ونهز الصوره ديالك وتنقولوا شكرا. هذا نداء للناس اللي اييه، ما تنقولوش انه انت راك بوانا، انت راه هو اقول لي ديالنا. ربما مازال واش فهمتيني؟ مازال غتجي هذه الفتره هذه اسني عبد الواحد. انا هذا هو المستوى اللي بغيتو نوصلوا له، ماشي الصداميه. نهز الصور ديال سيدنا باعتباره بوانا ياك وعطانا ونطلبوا منه سيدنا حنا راه بغينا ياك ونحتفلوا ماشي نحتجوا، وتشوف التفاعل كيف غادي يكون ياك. هادشي الا كنا اننا تناضلوا من اجل الامازيغيه، ماشي انك تتهز لي واحد الرموز الصور ديالها اللي كانت تتصطدم مع الدوله ياك وتتحتفل بواحد التاريخ اللي هو قبيلي، وبغيتي السلطه هنا في المغرب تتعامل معك بشكل ايجابي. اللوجيك ما صاحبي الانسان خصو يفكر هادشي الا كان عندنا غير على الامازيغيه في بلادنا واننا بغينا نوصلوها. المنطق نتاع الصداميه والمنطق نتاع المظلوميه ما بقاش واكل. فهمتي سي عبد الواحد؟ باش نسارعوا شويه الزمن، الاحصاء الاخير يقول انه في المغرب يوجد فقط 26% من الامازيغ والباقي عرب. ماذا عن ذلك؟ الا كانت هذه القراءه مصيبه. ربما اغلبيه ديال المغاربه فهموها بحال هكا. ما عرفت الاحصاء اللي دار الاخير كانت المهم فايته 40%، دابا ولا 26. ربما واش الامازيغ كيموتوا ما كيولدوش ولا ما عرفتش. لا هذه قراءه ما صحيحاش. هو تيتكلم عن الناطقين. كاين بعض الناس كيربطوا ما كيقولوش الناطقين، تيقولوا الامازيغ. مثلا الحكومه قالت لنا 26% ديال الامازيغ، يعني راه ما كيقولوش ناطقين، تيقولوا 26% ديال الامازيغ. ماشي فهمتي السؤال؟ فهمتك. نعم. ايوا انا يحيدوني من هذيك النسبه اللي طالعه. انا ما معاهمش. انا داخل الدارجه ولكن راك امازيغ. اذا في المغرب كاينه 100% امازيغ، كلشي امازيغيين. الناطقين ربما 26، ولكن ما ربما الاحصاء ماشي مضبوط. هذا السؤال علاش؟ لا ماشي ديالك انت. لا علاش يورد في الاحصاء؟ علاش؟ نعم، حيت اصلا بعض الناس بما فيهم دارنا ودار جيراننا ودار بزاف ديال الناس ما تحصاوش. ولا علاش تطرح كسؤال في الاحصاء؟ لاننا امازيغ. ما خصش هذا السؤال يطرح. كلشي امازيغ ما صافي. عوض ما طرح لي هذا السؤال وسير عطيني الاساتذه يمشيو يقريو الامازيغيه من البساله. عطيني اساتذه يمشيو يقريو الامازيغيه عموها. ربما الا كنقصوها 10% الاحصاء الجديد غيقولوا لك عندنا 16، الاحصاء الاخرى غيقولوا لك 6%. صافي ربما ما غيبقاوش. ايوا السؤال الاخير سي عبد الخالق، هناك بعض الاشخاص يقولون ان اباؤهم امازيغ لكنهم عرب. انا كنعرف بزاف ديال الناس من ابوين تيتكلموا بالامازيغيه، لكن الابناء تيقولوا لك بامي عرب، بامي امازيغ انا عربي. كيفاش؟ يقول لك بامي عرب انا امازيغ انا عربي، حيت هو كيتكلم. لا انا اتكلم باللغه العربيه. اصحح لي لا يصحح لي عادي، هذا بسيط. هذا كاينين بزاف. شحال قد لي نشرح. لا قول لي ولدي راه غير تلفتي لغتك وصافي ماشي هذا. وقول لي الهويه راه ما عندها علاقه باللغه. هذا حل سهل. هذا ماشي بزاف. الحلقه وصلنا للنهايه ديال الحلقه. شكرا لك على الاستضافه ديالك. مرحبا في كل وقت. ومرحبا بك انت في برنامج الخاص على فلاش انفو 24. ومرحبا بك في اي وقت. وشكرا على الاستضافه مره اخرى. مرحبا. الله يوفقك. ودمتم في رعايه الله. شكرا لك.